السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كارثة بتحصل في مزارع الدواجن بسبب معلومة خطأ عند مربين الدواجن، وهي إيه؟ إن الصيف أو درجة الحرارة العالية بتقتل الفيروسات، أو الفيروسات ما بتنشرش في الصيف بسبب درجات الحرارة العالية. كارثة بجد بتحصل في العنابر، ولذلك أكتر العنابر اللي بتنضرب في الصيف. ليه بتنضرب في الصيف؟ لأن أنت خدت جزء من المعلومة صح وبنيت عليه باقي المعلومة خطأ. ما الحرارة العالية هتقتل الفيروس بره في الصحراء، في الشارع، المكان اللي الشمس مسلطة عليه. انما عندك في المزرعة الحرارة العالية او الاحتباس الحراري بيضرب عندك الجهاز المناعي للفرخة، فبيجعلها عرضة لكل الفيروسات مش لفيروس واحد. تبص تلاقي في قلب الصيف ممكن الاي بي اللي ما يجيش، بس تلاقي انه ينكسر. وده اخطر مرض بيجي للفراخ بعد الشوارد الحارة او موجة الحرارة العالية. بعد اي اصابة قطيعة باحتباس حراري او اجهاد حراري بتلاقي على طول المناعات وقعت، واكتر مرض بيشبط فيهم النيوكاسل والاتش 9 او الاتش 5. ركز في الموضوع ده. لازم تاخد بالك من درجات الحرارة العالية، زي ما انت بنيت عليها معلومة انها بتقتل الفيروسات. ابني عليها معلومة انها بتهدم او بتهد من الاخر الجهاز المناعي لطيورك او لقطيعك او لفراخك. تمام. اهم حاجه، ولذلك انت بتلاقي عندك طول الدوره ماشيه الفراخ تمام 100 100، وهوب لا قدر الله موجه حر او شوارد حاره تحصل في العنبر بتاعك، تلاقي القطيع اتدمر وما عادش قادر تلحق عليه. فانت لازم تشتغل على الصيف، وكل اهتمامك ان انت فراخك ما تتعرضش للاجهاد الحراري او الاحتباس الحراري. ويا جماعه، الاجهاد الحراري والاحتباس الحراري مش بس بسبب الحراره العاليه، لانك ممكن في عنبرك تخفض الحراره بس تعلي الرطوبه، يبقى ما عملتش حاجه وتدمر قطيعك اكتر والنافق معاك. والاحتباس الحراري يحصل معاك في عنبرك بشراسه اكتر من الحراره العاليه. دي معلومه على السريع كده كان نفسي توصلك. يا رب تبني عليها شغلك الجديد عشان ربنا يسترها معاك ويبارك لك في مالك وكده. اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كارثة بتحصل في مزارع الدواجن بسبب معلومة خطأ عند مربين الدواجن، وهي ايه؟ ان الصيف او درجة الحرارة العالية بتقتل الفيروسات، او الفيروسات ما بتنشرش في الصيف بسبب درجات الحرارة العالية. كارثة بجد بتحصل في العنابر، ولذلك اكتر العنابر اللي بتنضرب في الصيف. ليه بتنضرب في الصيف؟ لان انت خدت جزء من المعلومه صح وبنيت عليه باقي المعلومه خطا. ما الحراره العاليه هتقتل الفيروس بره في الصحراء، في الشارع، المكان اللي الشمس مسلطه عليه. انما عندك في المزرعه الحراره العاليه او الاحتباس الحراري بيضرب عندك الجهاز المناعي للفرخه، فبيجعلها عرضه لكل الفيروسات مش لفيروس واحد.